لا إثارة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الفوركس مع نمشير. يمكن الفترة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستثمار، اتكلمنا عن الاستثمار البشري واتكلمنا عن الاستثمار الرياضي واتكلمنا كمان عن الاستثمار في أفريقيا واتكلمنا عن المشروعات الصغيرة المتوسطة وجبنا يمكن كان في بعض المداخلات مع بعض الدكاترة وناس باحثين في الدكتوراه الفترة اللي فاتت. طبعا أنواع الاستثمار كتير، في استثمار مباشر، في استثمار غير مباشر، في طويل وفي قصير وفي طبعا الاستثمار المالي اللي بدأ ينتشر الفترة اللي فاتت. الاستثمار المالي دوت لو انت عندك مثلا مشروع قائم ممكن تستثمر فيه. في انواع كتيره من الاستثمارات، ولكن لازم نعرف هو الدافع للاستثمار ايه. طبعا انا عشان اعمل استثمار مثلا رياضي او استثمار بشري او اي استثمار، ايه الدافع؟ لازم يكون انت طبعا الدافع بتاعك اكيد الربح. طبعا ده اكيد الربح. يمكن الاستثمار عامه قلنا الربح طبعا رقم واحد، اي واحد يعمل مشروع ليه عشان يكسب طبعا. يمكن برضه من ضمن الدوافع للاستثمار بتعمل نوع من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اي شخص، يعني اي دوله عامه يعني. وطبعا بتسد احتياجات الطلب، وطبعا بتعمل عن انتشار الاسواق، وبتعمل طبعا عن توافر الايدي العامله والمواد البشريه، وبتعمل عن تقدم التكنولوجيا. لو عندك استثمار جيد في تكنولوجيا بتبدا تنتج، في ايدي عامله وفي مشروعات كتيره يعني. ولكن بقى النهارده جاي لكم نوع مختلف من الاستثمار. هل سمعنا عن الاستثمار الاخضر؟ هل سمعنا عن الاستثمار الازرق؟ يمكن جايب لكم النهارده من المنصوره الدكتوره رشا. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا دكتور هاني، وصباح الخير لكل الساده المشاهدين، واسمح لي ان انا اشكر حضرتك على الدعوه الكريمه في برنامج الفوركس. شكرا جزيلا يا دكتور. طبعا في الاول كما عودناكم لازم نبدا بتحليل الذهب. الذهب طبعا وهنبدا طبعا معانا النهارده مصطفى امين، هنبدا نتكلم عن اداء البورصه المصريه. عايزين بقى نشوف اداء البورصه المصريه الاسبوع اللي فات. وخلي بالكم احنا يوم الاربعاء اللي جاي عندنا خبر الفيدرالي. الخبر الفيدرالي الناس كلها مستنياه هيعمل ايه بقى في الذهب. ولكن النهارده بقى انا اجيب لكم مصطفى امين. يمكن اجمل حاجه في مصطفى، يمكن مصطفى زي اخويا الصغير. يمكن انا بحاول كل فتره اجيب ناس من الشباب يعني. يمكن مصطفى ما شاء الله يمكن اصغر واحد شفته بيحلل في البورصه المصريه. لازم ندي فرصه للشباب، خلي بالكم لازم نساعدهم كمان. طبعا كالعاده هنبدا بالفقره الاساسيه بتاعتنا بتاعت الذهب. وطبعا الذهب مدوخ الناس. يمكن الذهب فين؟ الذهب نزل شويه، الذهب نزل تقريبا. كان الذهب الاسبوع اللي فات وصل مستويات 1900 دولار. لما نيجي بنتكلم عن الذهب عالميا. طب الاسبوع اللي فات ايه اللي حصل في الذهب؟ الذهب اعلى سعر وصل 1930 دولار واقل سعر عند 1900. الذهب حاليا كام؟ الذهب حاليا 1924 دولار. يمكن لما نتكلم عن الذهب عالميا هو نتكلم عن الأنثى الوزن بتاعها 31 و10 عيار 24. طيب توقعاتنا ايه للذهب؟ الذهب يمكن الفترة اللي فاتت في استقرار تام. وفي مصر نزل، في مصر يمكن سجل النهارده 2000 عيار 21 عيار 24 2454 جنيه عيار 24. معناه ايه؟ تاخد بالكم الذهب في مصر نزل، الذهب نزل رغم انخفاض الذهب في مصر، رغم انخفاض، ولكن هناك برضه فرق بينه وبين البورصه العالميه حوالي تقريبا 600 جنيه. ولكن توقعاتنا ايه بقى في الذهب؟ الذهب النهارده كام؟ الذهب عالميا 1924 دولار. لو شفنا الذهب الاسبوع اللي جاي فوق 1930 في احتمال ارتفاع الذهب الى 1940 و 1950. طب انخفاض الذهب كام؟ تحت النقطه 1900 دولار. لو شفنا الذهب تحت 1900 ممكن الذهب ينزل 1890 و 1880. الرقم ده مهم جدا للذهب. الذهب لو نزل تحت 1880 دولار في مزيد من انخفاض الذهب، ولكن قوة ارتفاع الذهب 1980. طيب الفترة اللي فاتت الذهب ماشي بشكل عرضي جدا. الفترة اللي فاتت يمكن خلال الشهر اللي فات، مع العلم يمكن 3-4 أسابيع كان الذهب بيرتفع، ده كانت حركة بس حصل. طيب احنا عندنا ايه الأسبوع ده؟ حدود كل فترة
الفيدرالي ان شاء الله الخبر بتاعنا يوم الاربع 9 بتوقيت القاهره. نسمع بقى اليومين اللي جايين دول ايه على الفيسبوك. خلي بالكم الدفع ارتفع، الدولار ينخفض، الفايده. ليه؟ ان الخبر الفيدرالي ده خبر بيتاثر بيه جميع الاسواق على مستوى العالم على سعر الفايده. ولكن بقى ما نسمعش اشاعات الناس، الدهب يطلع الدهب ينزل. النصيحه بتاعتي مفيش حد في العالم هيتوقع ايه اللي هيحصل في خبر الفيدرالي. خبر الفيدرالي تبقى حركه قويه في السوق. عشان كده احنا ليه بقول للناس لما تحب تتفرج على الخبر الفيدرالي افتح الشارت بتاع الذهب، شوف الدهب بيتحرك ازاي. بتلاقي الحركه هي دوبك تبقى من 9 ل 9 ونص بحركه قويه جدا، يبدا السوق بعد كده بيكون ماشي عادي جدا. يبقى انتظارنا ان شاء الله. يمكن توقعات الخبر الفيدرالي، هل حد يقول لك ده هيطلع وينزل؟ لا، احنا بنقوله التوقعات بتاعنا في حاله